أهديت عباءة للنبي فجعلها عند أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها. فطرق الباب فقير سائل قال: يا رسول الله أنا فقير. فقال: يا خديجة اعطي ذلك الفقير تلك العباءة. أعطته العباءة. ذهب الفقير إلى السوق مهرولا وهو ينادي: من يشتري عباءة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذه عباءة النبي. فتهافت الناس عليه، كل يريد شراءها. ويوجد هناك رجل ضرير، هذا الرجل الضرير أرسل عبدا له قال له: اشتري تلك العباءة بأي ثمن كان. وفعلا راح العبد واشترى تلك العباءة. لما نظر إليها الرجل مسكها بيده قال له: أنت حر لوجه الله. فوضع العباءة على وجهه ونادى: اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله لما شافيتني بعباءته الشريفة وبركاته. وفعلا شفي الرجل، فذهب مهرولا إلى النبي فرحا بنور وجهه. فلما نظر للنبي قال له: يا رسول الله، هذه العباءة قضيتها كذا، وجدتها عند الرجل وكذا. فتبسم النبي حتى ظهرت نواجذه الشريفة. يقول: فنادى إلى خديجة قال: انظري يا خديجة، عباءة أغنت فقيرا وأعتقت عبدا وشافت مريضا ثم رجعت إلينا. أحبتي، إن العطاء مردود. كل إنسان يعطي، يتصدق، يساعد، إن العطاء يرجع دنيويا وثوابه أخرويا يكون مفيدا. هذه القصة إذا سمعتها جزاكم الله ألف خير، انشروها، وكل واحد يسمعها ويصلي على محمد وآل محمد له 1000 حسنة، وكل من نشرها له 1000 حسنة، وكل من سمعها له 1000 حسنة، وكل من دعا إليها له 1000 حسنة، وكل من ساعد في إيصالها للناس له 1000 حسنة، حتى تكون في اليوم والليلة 1,000,000 حسنة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم، واجعلنا من المحبين والموالين والملتزمين بولائهم. اللهم اجعلنا من المشفعين عندهم يوم القيامة ببركة محمد وآل محمد.